السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي في الله؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. قبل ما نبتدي الفيديو اشتركوا في قناة صغيرة تكبر بيكم. النهارده فيديو حلو قوي قوي هيعجبكم باذن الله وتستفادوا منه. قبل بس ما تبداوا الفيديو اشتركوا كده في القناة اللي مشتركش بالعلامة الحمراء اللي تحت الفيديو، واعملوا لايك حلو كده عشان يشجعني. اول حاجة كده النهارده هنعمل مع بعض ميزانية اقتصادية ان شاء الله تستفادوا منها، وعاملاها بقى مختلفة مش بالورقة والقلم، لا عاملاها النهارده بقى ايه بالتفصيل كده بالمشتريات بكل حاجة ان شاء الله تستفادوا منها. اول حاجه كده نزلت السوق. ده يعتبر كده ميزانيه اقتصاديه اسبوعيه مش شهريه، انا عشان بمشي بالاسبوع فحبيت اعملها لكم ان شاء الله تستفادوا منها. جبت كده الحاجات من عند جبت نص كيلو مكرونه قلم، لان النهارده هعمل مكرونه بشاميل معاكم بطريقه حلوه وتعجبكم وسهله. جبت ربع كيلو سمنه، انا كان عندي حته سمنه حبيت اكمل عليها كده عشان برضو تساعد معايا في الزيت، لان عندي ازازه زيت واحده بتاعه التموين، فقلت حاجه قصاد ازازه الزيت تساعد معايا وكده لما اعمل الاكل. وانا كان عندي ربع كيلو شعريه وعندي نص كيلو رز، دي كده بالنسبه لي هعمل وجبه واحده بالرز ووجبه بالمكرونه، كده يبقى بيومين بالنسبه لي في الاسبوع، كده خلصت منهم مره رز ومره مكرونه. دي يعتبر ميزانيه اقتصاديه لاربع لخمس افراد تمام كده. والشاي ده كان عندي من الاسبوع اللي فات. عايزه اقول لكم باكل الشاي ده موفر جدا جدا جدا. هتقولي لو غالي وب 40 و 45 جنيه، بس انتوا لو فكرتوا فيها صح، لو انتوا مثلا بتحبوا الشاي بلبن كتير، الشاي الساده بعد الغداء والكلام ده كله، بجد موفر جدا. يعني ده بيقعد معايا بالشهر بالظبط، ممكن يطول عن شهر كمان. وانتوا كمان عارفين ان انا يوميا لازم الشاي بلبن، فبستعمله وبستهلكه كتير. فعايزه اقول لكم موفره جدا، هتدفعي 45 في الاسبوع، بس هيقعد معاكي شهر تمام كده، وهيوفر معاكي الاسبوع اللي بعده. وممكن بقى البند بتاعها تجيبوا بيه توابل، تجيبي بيه ملح، تجيبي بيه اي بهارات تمام كده. ازازه الزيت بتاع التموين بتاعتي دي انا بدات اخدت منها اليوم ده بتاع الاكل، فعشان كده فتحتها. هنا كان عندي دقيق، فبالتالي ما جبتش دقيق، كان عندي نص كيلو حطاه في العلبه كده، مخليها لاي حاجه طريقه. يعني عملت سمك، عملت بشاميل، عملت اي حاجه احتاجت دقيق كده بالليل للاولاد، زلابيا، الكلام ده كله بتحتاج يعني مش كتير. جبت البهارات. بحب كده بالباقي اقول له عايزه بهارات ال 11 بهار، دي تحفه جدا، معديه سبع بهارات بمراحل، جميله جميله. لو جربتيها بجد مش هتجيبي سبع بهارات تاني، هتجيبي ال 11 بهار دي. وجبت برده كيس من بهارات التوابل، بهارات البطاطس وكيس فانيليا. كنت جايبه كيسين واحتجت كيس منهم وبقى كيس. وجبت كيس سكر، وجبت اللهم صل على محمد نص كيلو عسل اسود، بحب احطه كده في التلاجة عندي. وجبت تمن طحينه. وجبت ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بوريكم الطحينه هفضيها زي ما شايفين كده. دي الحاجات اللي ناقصه عندي، يعني انا يعتبر كده عندي حاجات في التلاجة اللي هي ايه، اللهم صل على سيدنا محمد. عندي عسل ابيض برضو بخليه يعني قرب يخلص، فحبيت ان انا يبقى قصاده العسل الاسود موجود. لازم حاجه من الاتنين تبقى موجوده عندي في التلاجة، لان انا عندي اولادي بيحبوه، او جوزي بيحب يعني يشربوا على الريق الصبح، فلازم يبقى موجود عندي تمام كده. السمنه دي برضو من ضمن الحاجات اللي هتوفر معاكي في الزيت. هتقولي ده غالي وده غالي، تمام قوي. الزيت دوت انا بحتاجه في حاجات معينه للقليه. مثلا عملت رز بحب اعمله بالزيت، لسان عصفور بحب اعمله بالزيت. السمنه بقى مثلا لو عملتي قليتي بيض للفطار، عملتي فول الصبح للفطار او العشاء، ممكن تعملي اي معجنات تحطي فيها سمنه، فبالتالي انت هتخفي على نفسك في الزيت. لان الزيت برضو الازازه دلوقتي بقت ب 75 و 80 جنيه، والازازه بتبقى كيلو الا ربع. انا بجيب الزيت السايب مش الزيت الازايز، لكن الزيت بتاع التموين تمام كده. الكيلو السايب ب 70 جنيه، بجيب نص كيلو ب 35 جنيه، اللهم بارك. بيبقى فيه بركه وبيكفي لي الاسبوع، لان انا مش بقلي كتير. يعني مثلا لو جبت سمك قليته يوم الاحد وخلاص، ممكن اقلي مره او مرتين بطاطس طول الاسبوع. بعد كده يا ماما عايزين بطاطس، لا في مسلوقه. يعني في حاجات اختيارات، مش مثلا كل ما يعوزوا حاجه تعمليها. انا عندي البتنجان ده لسه كنا بنحكي وكده بنتكلم عن البتنجان، بقول لهم انا البتنجان ده ما بجيبوش اقليه خالص، بجيبه لا اما بتنجانيه رومي زي اللي هوريها لكم في المشتريات دلوقتي، بعملها بابا غنوج في نص الاسبوع كده، مع بطاطس مهروسه، مع فول ببيض او بقوطه. يعني بعمل اكله حرشه كده في نص الاسبوع تتاكل بالعيش. لاني مثلا انت لو جبتي كيلو رز، مثلا انت بتحبوا الرز، انا عن نفسي بعمل نص كيلو رز عليه ربع كيلو شعريه، اللهم بارك، ممكن تكفينا الحله دي يومين تمام كده. وجنبيه طبخه ما شاء الله برضو بتكفي يومين. الطبيخ عامه بيكفي، بس انا مش بلجأ قوي للطبيخ في الصيف، لان الصيف بيبقى مش محتاج طبيخ بقى ومسبكات ومحشي والكلام ده كله، بيبقى عايز حاجات خفيفه كده وسريعه. فبالتالي يعني ما بزودش قوي في موضوع الطبيخ. يعني أنا اولادي عايزين صينيه بطاطس، قلت اعملها في نص الاسبوع كده مع الرز بالشعريه اللي انا جايباه. والمكرونه دي عاملاها النهارده مكرونه بالبشاميل اللي هو كان يوم الاحد امبارح.
اللي انا اليوم اللي بتسوق فيه. تمام كده، خلينا بس في باقي المشتريات ونرجع تاني نكمل موضوع الميزانيه. هنا جبت القوطه، ما شاء الله القوطه جميله جدا، جايباها جامده جدا، جايباها كيلو ونص ب10. انا بحب اجيبها حمرا لان هي يا دوبك الكيلو ونص لما بارك بيكفي الاسبوع. ممكن لو بقى قطايه واتنين ببدا ان انا الاسبوع الجديد ببدا اضربهم واعملهم صلصه في اي طبيخ او اي مكرونه، فما بسيبهمش يبوظوا. ما تخليش اي حاجه تبوظ عندكم يا بنات. انا من الناس اللي مش بغسل الخضار بتاعي لما بحطه في التلاجة عشان يبقى عمره اطول. تمام كده. جبت البتنجانيه دي كانت عامله نص كيلو، كان مديالي ب4 جنيه، ب4 ونص حاجه كده، لان الكيلو ونص ب10. اللهم صل على محمد. جبت نص كيلو جزر ب7 جنيه، الجزر بقى ب14، مش عارفه ليه بس انا لازم اجيبه، اولادي بيحبوه. جبت الخيار ب10 جنيه وكان فيه ب12، قلت ال10 حلو مش وحش، بيبقى قصير كده وحلو يا دوبك. بحب اقطع العيله كده بالطول كده، اتنين بيحب ياكلها، الف هنا يعني. الكلام ده كله مفيد جدا للاطفال. جبت البطاطس برضو، بطاطس غاليه قوي، بقت ب12 بعد ما كانت ب6 و7. ربنا يعيننا وانا جميعا بجد. جبت الكيلو وربع ب15. جبت البصل بقلب 16 وب18 وب20. انا هو عشان صغير فانا جبت ابو 16، الصغنن ده ب16. فبس هو حاطط الاحمر على الابيض، انا من النوع اللي بحب الاحمر، بس انا كنت اليوم ده هعمل البانيه شاورما وكده عشان هعملها في المكرونه بشاميل، مش هعملها بلحمه. فقلت اجيب اللي هو كام بصلايه من الفتحه دي عشان ما يغمقش معايا الفراخ. الليمون ده كان عندي من الاسبوع اللي فات، كنت جايبه نص كيلو، فما شاء الله بقى عندي، وبنعمل عصير ليمون وكل حاجه، فما شاء الله وكان كتير فبقى معايا، وانا جايبه اخضر عشان يطول معايا ما يبص بسرعه. فالليمون ما جبتش منه، كان عندي في التلاجة. هنا بقى جبت المنظمات بتاعتي، لازم احط كده افرش قماشه من تحت، وهبدا فوطه بقى عندك بتاعت مطبخ نظيفه قماش وكده. انا عندي مثلا قماشه ببقى شايلاها بس بتبقاش قطن، ما بعرفش امسح بيها في المطبخ وكده، فبخليها بقى تنفع للمنظمات. هبدا بقى المنظم بتاعي، هبدا ارص فيه الخضار بتاعي زي ما قلت لكم، ما بغسلهوش عشان مده صلاحيته تبقى اطول، يقعد معايا اكتر في التلاجة. لو بقى مثلا كام خياره كده في اخر الاسبوع انا نازله السوق، ببدا ان انا اقطعهم للاولاد، اقشره لهم يعني ياكلوا منه. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا جبت الفراخ، جبت الفراخ النهارده الحمد لله رخصت، بقت ب68. الله المستعان، يعني يا رب ترخص اكتر من كده وترجع زي الاول. جبت التفاح ب30 جنيه، كان ب35 جبته ب30، لان الصغنن ده بيبقى حلو قوي ومسكر. برده غسلته كده حطيته على جنب. عايزه اقول لكم المصفى بعيده عن الطبق، انا غسلت التفاح وسبته الصفه في المصفى بتاعت الحوض كده، ونقعت الفراخ بنقعها في اللهم صل محمد ميه وملح ودقيق، وبحط ورقتين لورا. عايزه اقول لكم بتخلي الفراخ ما فيهاش ريحه زفاره خالص، لو عندك قرفه ناعمه حطيها كمان، بجد تطلع ريحه الزفاره او جنزبيل. هنا كنت جايبه العنب ده، العنب قالت لي ب20 جنيه، فلقيت عندها عنب فرط كده بحب اجيبه منها، قالت لي كيلو ب10 جنيه. لقيت عندها اخر 2 كيلو خدتهم ب15، بس حلوين جدا. بصوا ما فيهوش اي حاجه بايظه، هو مجرد بس ان العنب متفرط. يعني ممكن تجيب الحاجه جودتها كويسه بس ارخص في السعر، هو بس الفرق ما بينهم وما بين العنب اللي هو ب20 جنيه، ان العنب اللي ب20 جنيه بعنقوده، يعني العنقود ماسك نفسه، لكن ده متفرط. فجبت منها 2 كيلو، احسن ما كنت منعت خالص ان انا اجيب اي فاكهه. فجبت دوت 2 كيلو ب15، حسبت لي الكيلو ب7 ونص، حلو جدا. المانجا اولادي عشان لسه طالعه وكده كانوا حابين ان انا اجيبها لهم، جبتها لهم ب35 جنيه. مش معنى ان هي غاليه ان انا ما اجيبهاش لاولادي، بس يعني مش كل اسبوع، يعني انا مش انا هجيبها كل اسبوع. وفاكهه رخيصه بتشيل فاكهه غاليه، يعني انا جبت العنب بدل ما اجيب ال2 كيلو ب40، لا جبت ال2 كيلو ب15، وخليت بند ان انا اجيب لهم المانجا. تمام كده. فالله المستعان، يعني بس مجرد افكار ومجرد بس تفكير كده، تحاولي تفكري في الحاجه قبل ما تنزلي، وربنا يعيننا ويعيننا جميعا ان شاء الله. هنا بقى جبت الفرخه، اللهم بارك، 2 كيلو. ليه بقى؟ انا ما بحبش الفراخ الكبيره عامه، بس انا جبتها المره دي 2 كيلو لهدف، لان عايزه الصدر بتاعها او البانيه بتاعها يبقى كبير. البانيه بتاعها دلوقتي انا هعمل منه وجبتين النهارده او وصفتين في الاكل بتاع النهارده، تحفه جدا. يعني تقدروا تقولوا ان الصدر بتاع البانيه دلوقتي او صدر الفرخه دوت عامل نص كيلو تقريبا، لان الفرخه اللهم بارك 2 كيلو. فانا هعمل قطعتها على 2 فص منهم، هعمله كريسبي كده، هيبقى تحفه جدا وسهل جدا وحلو قوي، ينفع في اكلات الصيف والمصايف. والصدر التاني هعمله شاورما، لان هعمل بيه المكرونه بشاميل. بعد ما جبت الفرخه ما شاء الله اللهم بارك عملت معايا 135 جنيه. هعمل يعني كده يعتبر هعمل بيها 3 وصفات. الفرخه الواحده هعمل 3 وصفات منها. اول وصفه الوركين والجناحين والزور والرجلين، اللي انا بحب الرجول، اولادي بيحبوا الرجول، فانا خليته يحط لي الرجلين كمان. فده هغسلها واشيلها في الفريزر، اسيبها تتصفى خالص واشيلهم في الفريزر. في ان شاء الله على يوم الثلاث او الاربع هعمل اولادي صينيه بطاطس بالفراخ. تمام كده. والبانيه بتاع دلوقتي هعمل بيه صينيه مكرونه بالبشاميل بالفراخ، وهعملهم جنبها كريسبي.
بانيه كريسبي بجد هيبقى تحفه جدا جدا وسهل قوي قوي، وينفع بجد في اكلات المصايف واكلات الصيف لما تكوني كده حابه حاجه سريعه عشان الجو حر. تحفه قوي. هنا هعمل بقى اول حاجه بفص واحد من البانيه بتاعي، قطعته صغنن خالص، وبدات اقطع عليه بصلايه كده تدبل بشويه زيت، ونزلت عليهم بالبانيه بتاعي متقطع، ونزلت بال11 بهار. نزلت بنص كيس مش بكيس بحاله، لاني انا عندي يعني يعتبر ربع كيلو بانيه. عايزه اقول لكم المكرونه عامه تحفه، تحفه جدا. انا قسمت الكيس على جزئين، جزء احطه في البشاميل والجزء التاني حطيته في البانيه. اللي انا الشاورما عامه اللي انا حطاها في المكرونه بشاميل، عايزه اقول لكم كانت طعمها تحفه، خلت المكرونه بشاميل في حته تانية خالص. يعني انا كانش عندي مرقه دجاج، فيعني عد الطعم والتست بتاع مرقه الدجاج في كل الاكلات بصراحه. مش متوقعه ان هي حلوه قوي كده، تحس ان هي ميكس كده، حبهان على مستكه على قرنفل على قرفه على جنزبيل، فيها كده روايح التوابل متجمعه مع بعض. هنا بقى التتبيله بتاعتي بتاعت الكريسبي جبت كده مع عشان الكميه بتاعتي ربع كيلو، فانا مقلله الكميه، انت تزودي على حسب كميه البانيه بتاعتك. بصوا قطعته زي صوابع كده زي ما انتم شايفين، اللهم بارك في بركه. وشوفوا بس شكله لما يتقلي في الاخر هيبقى الكميه عامله ازاي. هو عشان ني فالكميه تحسها قليله. حطيت كده نص كوبايه من الدقيق، حطيت عليها رشه ملح، رشه فلفل اسمر، نص كيس من ال11 بهار. لو ما عندكيش حطي بقى التوابل اللي انت عايزاها كلها. وحطيت بحب احط كركم عشان يصفر لي كده التتبيله بتاعتي. وبس كده وقلبتهم وبدات انزل عليهم بالبانيه، اسيبه بقى مع نفسه في التتبيله. وهرجع دلوقتي معاكم اقول لكم بقيه الطريقه ازاي. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها المكرونه بشاميل، وهرص معاك كده رصه زي ما انتم شايفين. انتوا عارفين طبعا صينيه المكرونه بشاميل يعني رصيتها ازاي، بقول لكم ستات بيوت شاطره. نرجع بقى للميزانيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم اللهم صل على سيدنا محمد، حاجه هتشيل حاجه. يعني مثلا انت الاسبوع ده انت عارفه هتعملي اكل ايه، يعني ببقى نازله السوق عارفه ايام الاسبوع انا هعمل فيها ايه. مثلا اليوم ده ببقى يعني دلوقتي بقى مخصصه السمك، حد او حد لا، يعني يعتبر مره في الاسبوع، مره ومره. كنت الاول الاكل السمك بقت مكلفه، السمك البولتي بقى بتاع 85 و90، والماكريل بقى ب 105 و110، فالله المستعان. فالموضوع بقى صعب يعني، فاللي هو انت مش عارفه اجيبه كل اسبوع، لان اكله السمك بتكفي يوم واحد وبتاخد نص المصروف. يعني يعتبر الميزانيه بتاعتي داخله في 450 جنيه، قولوا 500 لو مثلا برضو ما حسبناش العيش، ما حسبناش الفطار بتاع الصبح لو كيلو لبن او نص كيلو لبن كل يوم. فيعتبر الميزانيه بتاعتنا 500 جنيه. وحاولوا بقى لو مثلا تجيبوا ورقه جلاش تحطوها في الفريزر، تجيبوا مثلا عيش الكريب تحطوه في الفريزر. الكلام ده كله عايزه اقول لكم يعني بيبقى مش غالي. الكيلو الكريب ب25 جنيه اللي هو بتاع العيش السوري، وكرة الجلاش ب12 جنيه، ب15 جنيه. ممكن تتعمل وجبة في اليوم، ممكن تعملها بميكس جبن، تعملها ببطاطس، حاجات بتبقى موفرة جدا واقتصادية ومش مكلفة تماما. يعني عايزة اقول لكم لازم تكونوا راسمين كده خطتكم بتاعت الاسبوع، هتعملوا اكل ايه كل يوم، عشان لما تنزلي السوق تبقى عارفة انت هتجيبي ايه. هنا جبت دقيق وحطيت فيه نفس البهارات اللي حطيتها في التتبيله اللي انتوا شفتوها دي، بس طبعا على الناشف. انت هتطلعوا من العجينه دي هتحطوا على الدقيق ده. تمام كده نفس التتبيله. لو حبيت تعملوا كله في طبق واحد وهكذا تقسموا التتبيله براحتكم خالص. انا حطيت على الدقيق، بحط ملح وفلفل اسمر، وبحط السبع بهارات او اللي هي ال11 بهار اللي شفتوها دي. حابين بقى تجودوا بقى من عندكم، تحطوا كركم، تحطوا بابريكا، تحطوا مثلا بصل باودر، توم باودر، الكلام ده كله. كل ده بيعزز في التتبيله اكتر. هنا بعد ما عملت بقى كله زي ما انتم شايفين في العجينه، وبرجع احطه في الدقيق، وبرجع احطه في العجينه تاني وفي الدقيق، يعني مرتين، عشان عايزه يبقى الكفر بتاعها متماسك كده ويبقى مقرمش وحلو. المفروض في الوصفه دي احط معلقه صغيره من النشا، بس انا نسيت الصراحه. لو حابين تحطوها عشان تدي قرمشه اكتر. بصوا اللهم بارك، عمل معايا ربع كيلو 8 قطع من البانيه، كل واحد خد قطعتين مشبعين جدا. عملت شويه بطاطس جنب المكرونه وبس كده. الاكله كانت جميله جدا جدا وخفيفه كده في الصيف، مش مكلفه. هي مكلفه طبعا وكل حاجه مكلفه، بس بالنسبه لاكله تكفي 5 افراد او 4 افراد، بيبقى حلوه جدا جدا جدا. وجربوها بجد تعجبكم جدا. وتتبيله الكريسبي حلوه قوي قوي، تنفع بقى لو عملتها سندوتشات بقى في المصايف او رايحين مشوار كده وحابين تعملوا الاكل قبل ما تمشوا ويبقى جاهز، حلوه قوي بجد تعجبكم. حبيت بقى كده اروق على نفسي في النسكافيه. عايزه اقول لكم النسكافيه ده بقى يعني رجعت له تاني بعد ما كنت بطلته، فيعني الحمد لله. الحر بقى والضغط العالي والحمد لله يعني على كل شيء، والصداع اللي مش سايبنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو 1%. بحبكم قوي في الله، مش اشترك في الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.